على رسول الله من والاه. معالي الرئيس، لا زالت الموازنة العامة للدولة تنتظر رد معالي وزير المالية الممثل عن الحكومة. المادة 177 من اللائحة الداخلية نصت على أنه على لجنة المالية والاقتصادية أن تقدم تقريرها بانتهاء المناقشات المشتركة في ميعاد لا يتجاوز 6 أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها. النواب تقدموا بمرئيات متوازنة تم مراعاة المصلحة العامة فيها. هذه المرئيات والطلبات لاقت إجماعا نيابيا وشعبيا، فالمجلس الآن رفعها منذ أكثر من شهر، إلى الآن لم يرد علينا وزير المالية. طبعا الحكومة، معلش أنا ما بطول، الحكومة تتذرع بصندوق النقد الدولي والدين العام. يعني ما شفنا قضية الدين العام وتصنيف الائتماني للبحرين يثار عندما أعطيت طيران الخليج 400 مليون في غمضة عين، وغيرها من مشاريع البذخ اللي تصير في الحفلات يمين ويسار، ومالي دفعوا لها بعد 10 مليار أو 10 مليون دولار وغيرها. فأنا أتمنى يعني أن يكون اليوم عند أخونا عبد العزيز الفاضل إجابة شافية، لأن بنية الموازنة الجاية وبتكون نسبة الصرف على المشاريع أقل من 50%، والسبب تأخير الموازنة. الحكومة تقول أنتم ما اعتمدتوا الموازنة إلا في شهر أبريل أو مايو أو يونيو. طيب من الآن الذي أخر المشروع؟ هي الحكومة. أتمنى أن نلقى إجابة شافية، لأن شعب البحرين خرج من أزمة وينتظر شيء. شكرا.